فجاءة سارة. عادت الأم زينب من العمل كعادتها كل مساء، فوجدت البيت نظيفا مرتبا. دهشت الأم وأخذت تحادث نفسها: يا ترى من نظف الثياب؟ من طبخ الطعام؟ من غسل الأواني؟ حينها دخل الأبناء الثلاثة حاملين الهدايا وهم يرددون كل عام: وأنت بخير يا أمنا العزيزة. فرحت الأم وقبلت أبنائها، لكنها أحست في تلك اللحظة بأن فرحتها ناقصة، فقد تذكرت جارتها الوحيدة، فتوجهت إلى أبنائها قائلة: ما رأيكم يا أعزائي لو قدمنا واحدة من هذه الهدايا إلى جارتنا الأم مبروكة؟ إنها امرأة وحيدة ليس لها أنيس يسعدها يوم عيد الأمهات. وافق الجميع وقصدوا منزل الأم مبروكة، فادخلوا عليها البهجة والسرور. نحن الخير بطبعنا، لا نرضى ظلم الضعيف، لا يحيا بيننا إلا الإنسان الشريف.